السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما ننساش كده حبيباتي نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو انت أول مرة تشوفيني بقى يا ريت بعد إذنك تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك إشعار لكل فيديو جديد بنزله. إن شاء الله النهاردة جاية لكم كده بروتين سهل كده وبسيط كده وخفيف، يا رب كده إن شاء الله يبقى خفيف كده على قلوبكم ان شاء الله. النهارده يوم الجمعه، فحبيت اشارككم يوم الجمعه كده واحنا بنقضيه كده في بيت اهلي الله يرحمهم. فقلت ان شاء الله باذن الله اشارككم اليوم النهارده بتفاصيله كلها باذن الله. يلا بقى لو عجبك ما تستخسريش بقى فيا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار لكل فيديو جديد بنزله. النهارده كده يا بنات، كنا كل جمعه كده بننزل فيها، بنعمل بقى طبيخ، بنعمل محشي، مش عارفة ايه. فصراحة يوم الجمعة ده بتبقى اجازة اختي يعني، فقالت لا خلاص بقى انا هنزل السوق النهاردة وهجيب لكم سمك بقى حلو يعني كده. فنزلت صراحة بقى كده ايه، هتجيب لنا سمك هنشوفه مع بعض دلوقتي. وقلنا هنشويه بقى ونعمل رز وهنعمل سلطة، هتشوف كل حاجة في الفيديو ان شاء الله. كده هي جابت بوري. انتوا عارفين بقى السمك القناة دوت عموما يعني لا غنى عنه يعني. الناس اللي بتبقى في البلاد التانية عارفة ان دايما الاسماك بتاعة القناة بتبقى لا يعلى عليها يعني، سواء بقى السويس بورسعيد الحتت دي. فالنهاردة بقى كده ايه معانا اللي هو الشوار اللي هو السويسي، ومعانا البوري كده بقى. وتعالوا نشوف بقى ايه هنعمل ايه في الفيديو. اول حاجة كده انا النهاردة بصراحة ما عملتش حاجة، لا يعني ايه، شويت السمك بس. هما بقى بصراحة ربنا يخليهم بقى ويبارك فيهم، اختي بقى وبنتها والله العظيم هما بقى اللي يعني هي اللي قعدت تغسل في السمك وتنظف فيه، وخوخة بقى تعمل لنا الرز ومش عارفة ايه وكده. فيعني تعبتهم النهاردة والله. بس فغسلنا السمك كده، غسلت السمك وركنته كده على جنب، وجيت هنا بقى ايه الخوخة كده كانت هتعمل لنا النهاردة شوية رز بقى كده ايه صيادية. قلنا بقى نغير بقى وكده، قلت لها بقول لك اعملي لنا النهارده بقى شويه رز صياديه وكده. قطعنا البصله ونزلنا كده بشويه زيت لغايه لما البصله بقى بتغمق معانا خالص كده. بننزل بقى عليها بالميه المغليه او الميه من الحنفيه تغلي، بس تبقى الاسهل ميه مغليه يعني. بس هنحط بقى هنا الرز. طبعا يعني ايه لازم يوصل للون اللي انتوا شايفينه دوت كده، علشان الرزاية تبقى محمرة معانا وتبقى حلوة كده. وهننزل بقى كده برشة من الكمون ورشة من الملح. هنا هي حست كده ان الرز عايز شوية مية تاني، فزودته شوية مية. بس بعد بقى ما بينشف خالص بقى كده بتديله تقليبتين كده، بتقلب الرز كله في بعضه. وبنحط له صراحة بقى ايه الشياطة او الصاجة زي ما انتم ما بتسموها بقى. بنحطها دايما تحت حلة الرز او المحشي، اي حاجة بصراحة بتخلي الحاجة كده تتلدن زي ما بيقولوا كده ايه على الهادي كده. فبتبقى الحاجة مستوية براحتها كمان. دخلت هنا بقى ايه على اختي، قلت لها تعالي صورك كده بقى وانتي بتعملي لنا السلطة بتاعتك الجميلة دي. وعايزه اقول لكم يا جماعه والله العظيم عليها حبه سلطه، يعني ربنا يديها الصحه يا رب. اي نعم هي المكونات كلها ما كانتش مساعداها النهارده، بس مهما يكن برضو سبحان الله يعني هي السلطه بتاعتها النهارده عباره عن طماطم وخيار وفلفل وخضره مثلا مشكله جرجير وكزبره وكده. بس عايزه اقول لكم بقى ان كانوا حبه سلطه، والله العظيم بحب جدا اكل السلطه دي من ايديها. ساعات بقى ما بتكون هي بتقول لي انا رحت اجيب كابوتشا النهارده وكده، ما لقيتهاش خالص والله في السوق. بتعمل لنا حبة السلطة، بصوا اصلا هي مخرطاهم عاملين ازاي، يعني شكلهم لوحده كفاية. هي من النوعية اللي بتحب الحاجة دايما تخرطها صغيرة كده. اقعد اقول لها خلصي مش عارفة، تقول لي اصبري اصبري. فربنا يخلي لنا كده حبايبنا كلهم يا رب ويحفظهم من كل سوء. جيت كده كده ايه هجهز انا بقى ايه الخلطة بتاعتي بقى، انا اقوم كده اخلي عندي دم بقى واشتغل يعني. اللي عمالة تنظف في السمك واللي عمالة تعمل الرز وانا قاعدة عمالة بس اصور فيهم. قلت لهم بس بقى سيبولي انا الحته دي. فنزلت بقى كده ايه على الخلطه اللي انا هعملها بقى للسمك. إيه عباره عن ليمون مقطعاه بقشره عادي كده يا جماعه، وفلفل وتوم وشويه من الخل بقى والملح والكمون. بصراحه بقى ايه تحت مفيش كبه ولا حاجه، فضربتهم في الخلاط كده وشلت جزء كده على جنب، والباقي خدته كده في طبق عشان هعمل منه الدقه كده اللي انا يعني هحدق فيها السمك. وهحط كده ازود تاني كده شويه من الملح وشويه من الكمون.
وهقلبهم حلو كده وهدوقهم الاول عشان اشوف الملح عايز ملح تاني ولا كده مظبوط. هروح بقى على الحبه اللي انا عيناهم على جنب دولت، هعصر عليهم تاني ليمون واحط عليهم شويه من الكمون تاني وهظبطهم كده. عايزه اقول لكم بقى ان الخلطه اللي بعينها على جنب دي بحب كده لما البوري كمان بخلصه ويطلع احب كمان احط عليه الخلطه دي. عايزه اقول لكم بتبقى جباره والله العظيم، بتخلي طعم السمكه رهيب. بس كده الخلطة دي جاهزة كده معايا، هركنها على جنب وهاخد التانية بقى كده معايا خلاص عند الفرن بقى. ويلا بينا بقى كده ايه ادي اديله زي ما بيقولوا. هنا بقى عايزه اقول لكم ان كنت مولعه الفرن بقى هنا، وقلت بقى اطلع اشوي السمك. هبتدي كده بالشبار، بحب ارصه كده على المطرحه الاول، إيه عشان لما اجي افضيه في الفرن كده افضيه مره واحده. عايزه اقول لكم بقى الناس اللي هتقعد تقول لي انت ما نضفتيش السمك ليه ومش ما نضفتيش السمك ليه، يا جماعه انا لسه بتعلم. يعني انا مش طول عمري بقعد قدام الفرن ولا بشوي سمك ولا الكلام من ده. انا ما بقتش اشوي كده ولا اتعلمت ولا اعتمدت على نفسي الا من ساعه ما امي الله يرحمها ما ماتت. يعني الفتره اللي كانت امي فيها الله يرحمها كنت بقعد قدام الفرن مثلا في تسويه بدفور، في تسويه بسكوت، حاجات خفيفه زي كده، نارها هادي جدا. انما ما كنتش يعني عمرها الله يرحمها ما كانت بتقعدني ولا وهي بتعمل عيش ولا وهي بتشوي سمك. كنت اقعد اقول لها كده قعديني يا ماما كده عشان اتعلم ومش عارفه ايه، تقولي لا يا عمري بخاف عليكي، رحمه الله عليها يعني. ربنا يرحمها كده يا رب ويجعلها من اهل الجنه هي وامي وابويا واخويا وامواتنا اجمعين اللهم امين. هنا بقى السمكه اللي كانت بتخلص معايا كنت بحطها في الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض، وكنت فرشه على صينيه كده كرتونه. هتقولي لي الكرتونه دي ليه؟ هقول لكم ان الكرتونه دي كانت هي الله يرحمها تقعد تقول لي ان الكرتونه دي بتشرب الميه، بتخلي السمكة معاكي ناشفة. اما لو انت ما فرشتيش حاجة وحطيت السمك على بعضه فالسمك هيبقى فيه مية وهيعجن بعضه يعني. كانت تقعد تقول لي يعني ساعات بتبقى عايزة قش او او كرتونة، فكنت اقول لها اقدر اجيب لك الكرتونة انما ما اعرفش اجيب لك القش منين. فربنا يرحمها يا رب ويجعلها من اهل الجنة ويجازيها عننا خير الجزاء اللهم امين يا رب العالمين. هنا خلاص بقى كنت شويت السمك، وكنت عايزة اقول لكم ان انا طول فترة السمك دي كنت اتلهلبت من الفرن والله. فهنا بقى ايه حطينا الاكل بقى. عايزه اقول لكم بقى ايه ان كان غدا بسيط بس كانت مع اللمه كده، ويعني إيه احنا واخواتي وكده ربنا يحفظهم يا رب، كانت لمه بسيطه. النهارده بقى جوزي ما كانش قاعد بقى في اللمه بتاعت النهارده دي لان جوزي اصلا ما بيحبش السمك نهائي ولا بيطيق ريحته اصلا. فقلنا فرصه بقى ان هو مش موجود النهارده في الشغل فناكل سمك يعني. بس فالنهارده بقى ايه، كملوا بقى العزومه بقى، وراح قالوا ايه جوز اختي قال لي تعالي بقى اعزمكم بقى كمان على حلويات. قلت له يلا بقى بالمره بقى عشان اقعد اقول ان انت عزمتني وكده، ربنا يبارك فيها يا رب خلوهن. بس فحطينا بقى كده في الاطباق دي بتاعت ماما يا جماعه، دي بتاعت الشقة تحت يعني. بقيت اقسم بقى كده يعني عشوائي، يعني مثلا حتة بسبوسة مع حتة جلاش مع واحدة مش عارفة ايه كده يعني. المهم ايه بقيت احط في الطبق كده ايه اشكله وخلاص. وهنا خوخة بقى كانت بتصب الحاجة الساقعة. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يا رب ان هو يعجبكم. ما تنسوش بقى تدعوا الام والابويا والاخويا بالرحمه والمغفره والامواتنا اجمعين. ولو عجبكم فيديو النهارده شجعوني بقى كده في الكومنتات عشان اقدر ان شاء الله باذن الله انزل لكم فيديوهات تانية كتير. بحبكم من قلبي كلكم اخواتي واصحابي واهلي في الله. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله وامنه. مع السلامه.